السيد كان عادي طبيعي خدام في الانعاش، خرج مع الصباح كما العاده والوقت ديال الخدمه ديالو اللي تيمشي فيها. حنا ما فراسنا الخبر حتى جاتنا الخبر من عند ولده من اكادير بان راه با في السبيطار. فاش جينا للسبيطار حنا لقينا السيد مات. شنو هو يا قال لك ما جا حتى شي واحد معاه جابوه ميت. قلنا لهم واش مات لكم في السبيطار؟ قال لك لا جابوه ميت من البلاصه. هو البلاصه خدام في الشارع اللي حدا جهه الفريقوات باش تيشوف شارع النخيل تما فين هزاتو لابيلانس. والله اعلم شكون اللي عيط لابيلانس. حتى الناس اللي كان خدام معاهم وكل شيء ما كان حتى شي واحد من دوك المسؤولين اللي معاه ما كان حتى شي واحد تما مراقبه ولا شي حاجه. خدام في الانعاش الشطابه والبرويطه شي كدا 70 تقريبا سنه دابا. بنادم كبير وكل شيء. ودابا حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين بالخصوص الناس اللي معاه وكل شيء يشوفوا من حالته. هو مشى، هو خلى واحد المراه خلى دراري. ما شنو هو المدخول هو داك الشيء اللي كيشد، هو اللي عنده شي حاجه اخرى راه ما عنده من عنده غير الله والسلام. حنا كنطلبوا من دوك المسؤولين يشوفوا من حالته. ماشي بالنسبه لنا حنا، بالنسبه غير لولادهم انا غير نسيب ديالو وكل شيء. هذا هو اللي كاين. وإلا كانت شي حاجه ولا شي حاجه الله يجزيهم بخير يخلوا لي غير داك الشيء اللي كان كيشد يخلوه للمراه ديالو. هادشي غنطلبوا منهم. هو السيد اقل شيء هو هذا. اما السيد مشى وكل شيء وزيدون مات في الخدمه، ما ماتش برا على الخدمه ولا شي حاجه. 20 سنه راه ما والخدمه عند البرود والخدمه ديالهم هما ما مقنه ما كاين حتى شي حاجه. راك خدام بخير وعلى خير والسلام. بارك الله.